أعزائي المشاهدين، التواصل يستمر شوطا تلو الآخر. الشوط الخامس خاصة بالإبكار. المسابقة هي 1500 متر، يحمل تحديات وإثارة رائعة. نذهب مع المركز الأول والشاهينية داود بن علي الهديوي في أولى المراكز، بينما المركز الثاني ضي سعيد بن سالم الحبسي، والمركز الثالث أرى أيضا نجاح مايد بن محمد الهديوي، وأتمنى لك النجاح يا أبو علي. المركز الرابع ورا القدوم والتحركات من أيضا الضبي علي بن سالم الحبسي. يكتفي بهذا القدر لكي يعود مع المركز الأول والشاهينية داود بن علي الهديوي، هو من سيطر وانفرد بهذه الانفراد بهذا الشكل بهذا التحديات المثيرة. لكن المركز الثاني ضي سعيد بن سالم الحبسي، والقدوم الرائع والممتاز من نجاح مايد بن محمد الهديوي. الله الله الله، شوفوا التجاوزات والتحديات بهذا الشكل الرائع والمميز بالأداء المثير مع المركز الأول. المركز الثالث القدوم والتدخلات من أيضا الضبي علي بن سالم الحبسي. لكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الأداء المثير، أعود مع نجاح مايد بن محمد الهديوي. لكن الخطورة والتحديات والتدخلات من الضبي علي بن سالم الحبسي لمن الفوز والانتصار بهذا الشوط. لكن الله 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 الله، شوف الأداء الجميل والمثير مع نجاح بهذا الاسم الكبير الذي يحمل اسم النجاح، ولكن الأداء المثير مع المركز الأول مع التحديات المثيرة. الله الله الله، إذا هذه نجاح. بالله الله الله، راحت بالناموس، راحت بالانتصار. نجاح تنجح بهذا الشوط. مايد بن محمد الهديوي، الله الله على هذا الأداء، هذه الماركة المميزة مع المركز الأول، مع الأداء المثير، مع التحديات المميزة بهذا الأداء الرائع والشكل الممتاز مع المركز الأول. تهاني وناموس المالك نجاح مايد بن محمد الهديوي بهذا الفوز المستحق. المركز الثاني مع أيضا الضبي علي بن سالم الحبسي، والمركز الثالث مع سعيد بن سالم الحبسي. التوقيت 2 و3 و94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.